أهلا بكم. يا عزيز يا عزيز، بلوى تاخد الإنجليز. يا عزيز يا عزيز، مصيبة تاخد الإنجليز. إنجلترا سبب من أسباب عدم استقرار الدولة المصرية. إنجلترا الداعم الأول للإخوان المتأسلمين في مصر والوطن العربي. إنجلترا هي السبب الرئيسي في الهجوم من جماعة الإخوان المسلمين على كافة السفارات المصرية في الدول الأوروبية. لكن الدولة المصرية هتعامل إنجلترا بالمثل. من النهاردة يا جماعة هتعاملني زي ما هتعاملني هعاملك. الخارجية المصرية والدولة المصرية فكت الحصار المعمول على السفارة البريطانية في القاهرة من 22 سنة. السفارة البريطانية زي ما احنا كلنا عارفين مكانها في جاردن سيتي، في واحد من أهم شوارع جاردن سيتي. الدولة المصرية مأمنة كل السفارات في مصر تأمين كبير جدا جدا، وبالحواجز الأسمنتية، وبتأمين من الشرطة المصرية. بعد المعاملة الإنجليزية للسفارة المصرية في إنجلترا، مصر فكت الحصار على السفارة البريطانية في مصر، وشالت الحواجز وخففت الأمن على السفارة البريطانية، مما ادعى سفير بريطانيا في القاهرة إن هو يغلق السفارة البريطانية في القاهرة. ألف مليون سلامة يا حبيبي. زي ما هتعاملنا هنعاملك، زي ما هتعاملنا هنعاملك. احنا دولة كبيرة قوي، احنا قادرين على اي حد. الدولة المصرية في الوقت الحاضر دولة قوية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد اللي رفض زيارة البيت الأبيض ومقابلة الرئيس المعتوه ترامب. مصر هي الدولة الوحيدة اللي فكت الحصار عن السفارة البريطانية. مفيش كبير. زي ما هتعاملني هعاملك، والمعاملة من هنا ورايح بالمثل. احنا سلمتنا هناك في انجلترا السفارة لبعض الإخوان المسلمين. النهاردة لو سلمنا السفارة للشعب المصري مش هنقول يا عزيزكم بتاخد الإنجليز، هنقول يعني الشعب المصري هيطلع عليكم، هيقطعوكم، هيمزعوكم. لكن انت في بلد الأمن والأمان، انت في الدنيا. انت بقالك 22 سنة عاملين حصار وكرتون امن رهيب على السفارة البريطانية في القاهرة. لكن لما هنغير وشنا هتشوف اللي هيزعلكم. مصر مش معبرة لانجلترا ولا الولايات المتحدة الامريكية ولا اي دولة. احنا دولة كبيرة قوي، وبعون الله قادرين على اي حد. زي ما هتعاملنا هنعاملك. وزير الخارجية المصري قالها صريحة، المعاملة بالمثل. أسد الخارجية قالها واضحة، زي ما هتعاملني هعاملك. التعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيش حد أحسن مننا. زي ما هتعاملني هعاملك. هتهتم بيا ههتم بيك. هتسلط عليا الإخوان المتأسلمين اللي أنت بتدعمهم في إنجلترا، هسلط عليك هنا الشعب المصري كله، هياكل جتتك، هيقطعوك. لكن مصر دولة كبيرة قوي، ودولة بتعرف تحافظ على القنصليات والسفارات اللي موجودة فيها. لكن من هنا ورايح زي ما هتعاملني هعاملك، وهقولها بالفم المليان. محدش هيقدر على مصر ولا على المصريين. كل الشكر والتحية.